ازيكم؟ تيجي نشوف هنعمل ايه النهارده. عندي طاسه على البوتاجاز سخنه، وعندي معلقه سمنه، ممكن تستخدمي اي ماده دهنيه عندك. عندي كمان بصل مقطع مكعبات، هقلب فيه لغايه لونه ما يشقر شويه، وعندي معلقه توم مهروس، هقلب كده بقى فيهم لغايه ريحه التوم ده ما يطلع. بس اول ما يطلع بقى عندي بقى هنا دي قوانص بتاعه الفراخ يا جماعه. عندي كده القوانص، هبتدي اللي انا ايه، اخليها تتشمع بس كده، وانزل عليهم بكوبايتين من الميه. بس خلاص حطيت كوبايتين ميه، هحطهم بقى ايه اول ما يبتدوا يغلوا. ههدي النار خالص وهغطي عليهم لغايه ما يدخلوا على سوا. عندي كمان حبايتين من بطاطس مقطعاهم مكعبات، وهسيبهم اما يستووا. بس كده خلاص هنزل بقى بالكبده بتاعه الفراخ اللي كانت عندي. والكبده بقى طالما نزلت هي مش هتاخد وقت خالص، ومش هغطي تاني عليهم. عندي كمان فلفل رومي، فلفل سبايسي، ممكن فلفل الوان، وعندي معلقتين من العسل الاسود، ممكن دبس رمان. وما تستغربيش من العسل الاسود، مش هتحسي بطعم حاجه يعني، هتحسي ان انت بتاكلي حاجه حلوه كده بس مش عارفه هي ايه. عندي ملح وفلفل اسود وربع معلقه صغيره من القرفه. بس مش هزود بهارات كتير، وهسيبهم لما يستووا هما دقيقتين بس كده. وعندي كمان بقى في مكون واحد بس هضيفه في الاخر. بس خلاص، لا اول ما يدخلوا على سوا استوت خلاص الكبده. بس اطفي النار بقى، وعندي عصره ليمون، ولازم الليمون يتحط بعد ما تطفي النار، لإلا فوايده بصراحه بتروح. بس ودي كانت وصفتي النهارده، لازم تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم.